السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا متابعينا، كم جرتوا هيا قبل سنين جدا. إن شاء الله اليوم معنا ضيوف إن شاء الله تسمعون قصة الأنبياء إن شاء الله مع ضيوفنا. إن شاء الله خلي تسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا متابعين أم فارس؟ طبعا معكم البندري، أنا أصير أخت أم فارس. طبعا يا جماعة، قبل ما نبدأ المقطع أول شيء أتمنى من كل قلبي إنكم تحطون لايك وشير سبسكرايب، وإذا يعني تبغوني أطلع يعني اكتب في التعليقات نبغاها تطلع. طيب ما علينا، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا جماعة الخير، أول شيء قبل ما نبدأ المقطع زي ما قلت لكم وقفوا المقطع، حطوا لايك واكتبوا صلوا على النبي في التعليقات، وبعدين أكمل المقطع. أيوة إن شاء الله تسمعون قصة كم رمضان اليوم، هي تعرف تتكلمكم إن شاء الله كل شيء تسمعون. تكمل الفيديو إلين الأخير. أول شيء طبعا زي ما قلت لكم اليوم 18 رمضان تراويح 19، خلاص بكرة إن شاء الله بإذن الواحد الأحد 20، وما بقى شيء على رمضان إلا 10 أيام. الله يبلغنا رمضان لا فاقدين، الله يبلغنا العيد لا فاقدين ولا مفقودين، عفوا عن الخطأ. طبعا يا جماعة إذا تبغوني أطلع لكم أتمنى إنكم يعني تكتبون قصص الأنبياء اللي انتم تبغونها، مثلا قصة النبي آدم، قصة النبي عيسى، قصة النبي يونس، كلها الحمد لله أنا حافظتها. طبعا يا جماعة الخير راح أتكلم معاكم عن حسنات رمضان وسيئات رمضان. طبعا يا جماعة الخير بتكلم معاكم في شيء جدا رائع وجميل يا بنات، والله في قصة جميلة جدا جميلة 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 راح أقول لكم إياها دحين، بس بستنى أم فارس تتكلم معكم شوي. إن شاء الله دقي فداك إساق أنا سيران دقي فداك أما في قلبي جدا انكسي خلي تكمل. طيب أول شيء واحدة من صحباتي الله يذكرها بالخير، طبعا دحين هي متوفية الله يرحمها، ادعوا لها بالرحمة. طبعا البنت هذه يا جماعة الخير يعني ما أقدر أقول، بس إنها البنت منظرها مو جميل يعني، فهمتوا؟ ففي المدرسة لما تروح المدرسة يتنمرون عليها جدا جدا جدا، مثلا شكلك مو حلو، وجهك مو حلو. فهي صاحبتي يعني، أنا مصاحبتها وأدافع عنها في المدرسة لأنه شيء مو كويس، التنمر. ففجأة ممكن تصيرين زيها. البنت ما شاء الله تبارك الله كل يوم تصلي على النبي 300 مرة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، كل يوم 300 مرة، وإذا ما صلت على النبي تحس متضايقة. طبعا رجعت من المدرسة كانت تكلمني، طبعا أنا رحت أشتغل مع أمي في المطبخ، هي نامت. طيب جات المدرسة اليوم الثاني نامت وهي تبكي من التنمر. جات المدرسة اليوم الثاني تقول أنا شفت رسول الله في المنام. طيب يا جماعة الخير والله يوم جات وجهها حلو ما شاء الله تبارك الله، وجهها أبيض قاعد يطلع منه نور. يوم جاتنا المدرسة قالت بنات أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا لها مستحيل، كيف شفتي الرسول؟ قالت والله يا بنات شفته، قال لي أنت ليه ما صليتي علي اليوم وليه زعلانة؟ قلت له يا رسول الله كلهم يتنمرون علي. فإيش قال؟ قال مسح على وجهي 3 مرات، وقال كأنهن الياقوت والمرجان 7 مرات، وبعدين أنا قمت من النوم. والله يا جماعة الخير ما قعدت 3 أيام البنت متوفية، ولقوها على سجادتها ساجدة متوفية. اللهم يا رب ثبتنا على دينك. بالله يا جماعة ادعوا لها بالرحمة. وطبعا لا نسيكم يعني من الصلاة الإبراهيمية، اللي ما يعرف الصلاة الإبراهيمية اللي وشي يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما شاء الله قصة بريد ولا إن شاء الله تزود كمان قصة تانية ممكن. طيب طبعا يا جماعة الخير أحب أقول لكم قبل ما أقول لكم قصة، طبعا أول شيء راح نتكلم عن سيئات رمضان وحسنات رمضان. حسنات رمضان مو أقول لك اقرأي قرآن عشان رمضان، ختمي قرآن عشان رمضان، لا 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 لا، صح، مو عشان رمضان، لا هذا عشان نفسك أنت، عشان القرآن يوم القيامة يوم نكون عارين إحنا بدون أي لبس. يعني أبى سؤال أنا تفضلي. معلش قطعتي. يعني في الناس يقولوا بعد رمضان يبطل صلاة،
بعد يعني صلاة. لو دخل الصلاة، لو دخل رمضان الصلاة واجبة. ايوه. مم. يعني هذا يعني الصلاة ضروري صح ولا لا؟ طيب أول شيء نتكلم عن الصلاة زي ما قالت أم فارس. مم. يا جماعة الخير، ما في رمضان أصلي رمضان ما أصلي، لا 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 لا. رمضان هو الصلاة هي عمود الدين، وهي ثاني من أركان الإسلام، هي الركن الثاني من أركان الإسلام. يعني كلنا نعرف حبيبتي، إذا أنت ما صليتي، أو يا ابني إذا أنت ما صليت، ترى عمل كله ما هو مقبول، ترى حياتك كلها ما راح تمشي. بيقول لي انا والله عايش تمام وانا مو مصلي. انت ربي قاعد يشوف، يختبرك قاعد ربي يختبرك، انت مبسوط وانت ما تصلي؟ خلاص في الاخر ترى ما انت مبسوط، في الاخر ما انت مبسوط. صح. في ناس اغنياء وكويسين عايشين حياتهم وما يصلون، طب وفي ناس يصلون واحوالهم المادية ما هي كويسة. هذا قضاء وقدر، لكن ربي قاعد يختبرك بالدنيا والآخرة. لو ما سمعت مصيرك النار، مصيرك النار. أنت دحين يوم تصلي، أو أنت يوم تصلين، تخيلي وراك النار وقدامك الجنة، اختاري اللي تبغين. ربي ذكر في آية، أنا ما راح أفسر، ما راح يعني ممكن أغلط في الآية، لكن فيما معنى الآية إنه أنت اختار اللي تبغى النار لا تصلي ولا تصوم ولا تعبد، لا تكون مسلم. تبغى الجنة صلي واعبد الله، وأهم حاجة الصلاة يا جماعة، لا أوصيكم على الصلاة. طيب طبعا يا جماعة الخير، زي ما قلت لكم الصلاة البرهومية، طبعا بعد زي ما قلت لكم إنه بعد الصلاة العادية الواجبة، بعد التشهد الأخير قبل التسليمتين، عندي دعاء لكم جميل جدا ينجيكم من عذاب المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا. مين المحيا؟ اللي هم الناس إنه يفتنونك بأغراض الدنيا أو مشاغيل الدنيا، وفتنة المسيح الدجال. طيب ونجاة من القبر. فايش تقولون اللهم نجني من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. طيب ايش معنى مظلومة؟ يعني واحد لو مظلومة في رمضان يعني كيف يعني مظلوم في رمضان؟ يعني في واحد مظلوم. يا جماعة فهمت السؤال من أم فارس. طبعا فيما معنى اللي هي تقول له أم فارس، مثلا في وحدة، مثلا خلوني أتكلم لكم عني. أنا معايا مشكلة في المدرسة، وأنا كنت حالفة قبل رمضان إني مستحيل أسامح هذه البنت لأنها ظلمتني وطيحت سمعتي في المدرسة. لكن الحمد لله رضيت بالله، والحمد لله ربي قواني، وعشان أنا أسامح وقلبي طيب الحمد لله سامحتها. وفي ناس طبعا زي ما يقولون إنه والله لا أدري عليها في ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. لا تدعين على الناس، ادعي لنفسك، ادعي لك بالتوفيق، ادعي لأهلك، ادعي لأختك، ادعي لبنتك، ادعي للمستقبل، ادعي للمسلمين، ادعي للمسلمين. إن شاء الله قصة براك كيسين دي بتي سنيف واني غوتو في كومنتي جلتي بري فدا إني كان موتو غافي بربدا غافي بربدا أنا استو إسني دي بسنة تقو كيسا يجون. إن شاء الله قلي تكمل بالسلامة. إن شاء الله. طبعا يا جماعة زي ما قالت لكم أم فارس، أي شيء تبغونه أنا عندكم البندري، أي شيء تبغونه عن الدين تكلموا معي أنا، وإذا كنت مو موجودة تكلموا مع أم فارس، وأم فارس تقول لي وأنا أتكلم معكم بإذن الواحد الأحد. وطبعا نذكركم قبل ما نخرج، لا تنسون اللايك والشير سبسكرايب، واستودعتكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.